المسيحية الآن تهذبت ولم تعد تدعو للقتال، وأسقطت نصوص العنف وتعاملت معها باعتبارها نصوص تاريخية وانتهت، ومع ذلك لا يزالون يسخرون منها. وبالتالي إذا لم تكن أنت تعرف ما الذي يدور، فهذا لا يعني أنه لا يوجد لا دينين أو ملحدين غرب يهاجمون عقيدتهم. هذا أمر. أنا بالنسبة لي أنتقد كل الأديان، لكن أنا أركز على الإسلام لأنه الذي ندفع ثمن بسببه. في اليمن يقتلنا عبد الملك بدر الدين باسم الإسلام، يقتلنا الإخوان، يقتلنا الجماعات الدينية الأخرى في العراق، في سوريا، في إيران، في الكثير من الدول. الذي يقتلنا هو الإسلام وليس المسيحية. وبالتالي أنا لست في موقف مع الأديان المسالمة، وهذا كلامك يعني دليل على أن موقفي صحيح، أني لا أهاجم الدين المسالم، بل أهاجم الدين الذي هو دين ودولة. المسيحية اليوم لم تعد دولة، أصبح دين، عقيدة شخصية، وبالتالي أنا أحترمها ولا أهاجمها. لكن عندما يأتي مسيحي ويريد أن يناقشني، أنا أقول له دينك خرافات وأساطير. وأتى قس مسيحي اسمه رشيد حمامي وناقشني قبل أيام، وتحدثت معه، والمساحة موجودة في أو البث في لا مساحة في تويتر موجودة في قناتي في اليوتيوب، وتحدثت عن نصوص العنف التي في التوراة. وعلى فكرة نصوص العنف التي في التوراة أبشع من نصوص العنف التي في الإسلام. الإسلام هو متقدم على المسيحية واليهودية، والقرآن كنصوص هو أفضل من النصوص الموجودة في التوراة وفي الإنجيل من ناحية العنف. ما هو الفرق؟ الفرق أن المسلمين لا يزالون متمسكين بتلك النصوص، بينما المسيحيين أسقطوا نصوصهم. ومن هنا التطرف والإرهاب في هذا العصر الحديث هو لا يرتبط بشكل أساسي وظاهر إلا بالإسلام. تفضل يا أخي فهد. أخوي بسألك شغلة ثانية. كثير هم الملحدين يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الأنبياء، أعتبرها أساطير. يقول لك علميا مو موجودين. ليش ما تعتبرون هذا الشيء ببالكم انه مو موجودين؟ شلون تسولف على شيء انت تؤمن انه مو موجود؟ هذا واحد. يعني انت كثير من الناس يستنقد المسيح، يستنقد شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم، يستنقد شخصيه المسيح، وانت بفكرك ان هذا اسطوره مو موجود. فش الفائده انا اسولف بشيء مو موجود؟ يعني هذا واحد. اثنين يا استاذ علي، لحظة، خرافة ببساطة. فأنا أناقش الفكرة لأنها تمسني، لأنها تمس الآخر، لأنها تعتدي على الآخرين، وليس لأنها مصدرها صحيح أو خطأ، بغض النظر بعد عن مصدرها صحيح أو خطأ، عاقل أو مجنون، موجود أو غائب، لا شأن لي طالما هي تتسبب في ضرر، من حقي أن أناقشها. ولكن يعني أنت ما تؤمن الذي أحرقه عثمان وأحرق مصحف عثمان، فالقرآن اللي عندكم ما هوش حق الله ولا هو حق محمد، مجرد كتاب الله أعلم من وين جاء. نفس الكلام. فأنا أحاكم محمد الذي في كتاب المسلم وليس محمد الحقيقي. شوف الصوت قطع عندي يا فهد، حقك ما عاد بين اسمعك ولا يقول وجود قوة ولكن لا نعلم من هي. واضح الصوت الحين؟ أيوة واضح. كثير من المجرات والخلايا البداية. زين، شو الفرق عني أنا يوم أقول لك أن في الله سبحانه وتعالى موجود وهو قادر على كل شيء؟ أنت ما تختلف معي الحين باللحظة هذه، أنت يعني مو أنت شخصيا، الكثير من الملاحدة ما يختلفون معي، يقول طيب. أنا أؤمن أن في قوة. طيب يا أخي، هي كانت شنو القوة؟ ما أعرف منها. الفرق عني أني أنا القوة عندي اسمها الله سبحانه وتعالى، وضحت وأنتوا تقول ما نعلم هو. وضحت الفكرة. أنا حبيت النقاش مع الأخ فهد، يعني نقاش مرتب، أسئلة مركزة، وهؤلاء الأشخاص اللي فعلا تحب الحوار معهم. شوف يا أخ فهد، أنا معك أني مثلا أعتقد بوجود قوة وأنت تعتقد بوجود قوة تسمىها الله. ما هو الفرق بيني وبينك؟ أن حقي القوة ما قالت أسير أصلي وأتوضأ 5 مرات في اليوم، ما قالت جاهدوا وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما قالت اقطعوا يد السارق، ولا المرأة نصف الرجل، ولا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا كل هذه الأشياء اللي نبي نعتبرها إرهاب. بمعنى أن رأيي أنا حول من أوجد الكون هو لا يضرك. بعدين آمنت به ما آمنت به، أنا لا أريد ولا أكترث ولا أدعوك للاعتقاد بهذا الشيء، وليس له برنامج حقي التصور. بينما حقك المشكلة ليس في تصورك أن هناك إله اسمه الله، لا، المشكلة فيما بعده من أحكام، من حدود، من جهاد، من سبي، من إرهاب. هذه هي المشكلة يا عزيزي. أشكرك يا أستاذ علي على المداخلة، وأشكر أخوي نبض اليمن قلوبنا، وأشكر الموجودين باللايف كلهم، وإن شاء الله كل ما قصرت فيكم، وآسف إذا زليت أو أخطيت
بحق أحد أو بالكلام يكون عفويا طبعا، شيء أكيد. وأشكرك أخوي، نبض قلوبنا وأعطي مجال للآخرين، وأنا نازل ويعطيكم ألف عافية. حياك الله يا أخ فهد، حياك الله، نورت. بالعكس يا أخ فهد، من أحسن المداخلات وأجملها، ويا ليت الكل زي الأخ فهد. وسامحني واعذرني، يمكن ألفاظي بتكون واضحة جدا قد تسيء لكم، ولكن من حقي أن أعبر. تفضل. هل الإلحاد يحميك من قيام الحد عليك من المسلمين؟ إن جيت يا باشا. بس دقيقة لما يجي الأستاذ علي. حد شو؟ اسألها حد شو الحد؟ طيب ايش الحد يا بنية اللي قلتي يحميني وما يحميني؟ هل الإلحاد سوف يحميك من قيام المسلمين بالعقوبة المرتد؟ ايش عقوبة المرتد؟ انا مانيش فاهم. القتل عادي بشكل عام في الإسلام. ايوه، لا الإلحاد ما بيحميني من إرهاب الإسلام. نعم. طيب ايش الفائدة من انك انتقلت من دين إلى دين لا يحميك؟ طيب ما انت الآن يعني بتقدمي معتقدك أنه إرهابي، فأنا لا أقبل أن أكون ضمن هذا الإرهاب. طيب خلاص، احنا في مجرد ان امر ارهاب، وانا سألتك الدين الإلحاد او الديانة الإلحادية او المعتقد الإلحادي هل سوف يحميك منا كمسلمين؟ لا ما بيحميني، يعني اللي مؤمن بحد الردة هو إرهابي، ما بيحميني. بتحميني الدولة الغربية اللي أنا فيها، أما أنتم فأنتم اللي مؤمنين بالردة هم إرهابيين يعني. تمام زي احنا الارهابي على قولتك. تمام. الدولة اللي مسوي لك لحظة عادي اهدئي وبندي لك فرصة وانتبهي لولدك، أهم من الردة وقت المرتد. وبعدين مرأة حلوة زيك معها أولاد، ليش لا أنا برجع لك الآن. عادي حاضر، واحنا مريعلش ولا شيء. الارتداد هل يعني أنت الآن راح تأخذ قوانينك من الدولة اللي أنت موجود فيها؟ طبعا الإلحاد ما في شيء قوانين نهائي. أيوة، إيش المطلوب؟ ما فهمت. الإلحاد الآن أنت انتقلت من الإسلام لأن الإسلام سيء، انتقلت إلى الإلحاد لأن الإلحاد أفضل. أيه. كيف تنتقل إلى مكان لا يحميك؟ مو عشان لو كنت أنا ملحدة لما يسألوني هذا السؤال أرد. لا كيف الواحد ينتقل من مكان يعني من شقة إلى فلة، من فلة إلى قصر، لأن الأشياء من أجمل إلى الأفضل. أي. يعني كيف الإلحاد يعني ما بالله عليك الدين اللي بيقول لكم اقتلوا المخالف لكم بتعتبر الدين جميل؟ لحظة، الدين حقنا أصلا للأسف ما طبق بحذافيره. تقولوا اليمن، تقول الإسلام قطع يد السارق. متى في اليمن قطعنا يد السارق؟ ما شاء الله. السارق في اليمن مع السيارة ومع الشاص. يا معزوبة أنت قلتي ذا الحين أنه المرتد يقتل. اللي هو إحنا الإرهابيين، اللي هو إحنا على قولتك الإرهابيين. يا معزوبة بس أنت قلتي أن المرتد يقتل. صار إرهاب الإسلامي، هذا إرهاب إسلامي وليس دين إسلامي. تمام هذا الإرهاب. هتلر قتل 40 مليون. أنا ما بننظر عن هتلر، لا تكرميني عن هتلر. يعني الإرهاب موجود يا أخ علي، الإرهاب موجود في جميع الديانات. يا أختي من العيب أن تقارني نبيك بهتلر. يعني أنت لا تجدي نموذج مشرف. اسمعيني، لا تجدي نموذج مشرف لنبيك إلا هتلر. شيء عجيب. ما هو أنا هربت من نبيك بسبب هذا الكلام. يا أخ علي، أنت أصلا مش مؤمن. أنت مش مؤمن بالنبي، نسفت النبي ونسفت الإله ونسفت الله ونسفت الرسل، وآمنت في قريش اللي ما شفتهم. ما نشتري منين كيف آمنت في قريش إنها موجودة وأخلاقهم العالية مع أنهم كانوا على دين نبينا إبراهيم. هذا ما كتبه دينك يا أختي، كتب دينك. طيب آمنت فيه كله، يعني طيب خليني لحظة يا معزوفة، صمتي المايك على أساس تسمعي إجابتي يا أختي وعلى أساس ترتبي أبنائك. أيوة شوفوا لحظة يا شباب، إذا بني آدم ما بتكلم صمت يا أبو وهب، اللي بايفتح بقى ننزله. كمل. أيوة شوفي يا أختي العزيزة، أنت بتقولي إيش عرفك أن أخلاق قريش كانت أفضل؟ هذا ما كتبه المسلمون عنهم. المسلمون كتبوا عن ما وجدوه في قريش وماذا غيروهم، وهم معتقدين أن تلك الكلمات التي كتبوها في صالحهم، بينما هم رووا أن أخلاق قريش أفضل دون أن يعرفوا، لأن المسلمين كتبوا بالحرف الواحد. أنا يا شباب بندي لكم معلومات، لا أحد يزعل مني ولا أحد يزعل من أبو محمد. أنا بنقول لكم إذا ثبت أني قلت في بث أبو محمد أي معلومة أو نقلت على الإسلام خاطئة، حاسبوني وحاسبوا أبو محمد، وأنا مدين بالاعتذار لأبو محمد قبل أي شيء آخر. غزوة أوطاس
كان العرب يتأففون من نكاح السبية لزوجها حي. أتى محمد وأصحابه وأجازوا هذا الأمر كما قالوا بآية من القرآن، وبالتالي كان القرشيين لديهم أخلاق تمنعهم من اغتصاب السبية لزوجها حي، على أساس يغتصبوا السبية اللي قد زوجها مات وهي جريمة، لكن عندهم أخلاق جزئية تمنعهم من اغتصاب السبية لزوجها حي، لأن زوجها يعني بينقهر. فالنبي قال أن الله إله الإسلام أجاز اغتصاب السبية لزوجها حي، هذا الإله الذي أنتم تعبدونه، هذا جانب. وتأكدوا من غزوة أوطاس، إذا كلامي هذا خطأ لوموني، مع أني جبت لكم قبل يومين مقطع لعدنان إبراهيم والفوزان ولكبار المشايخ بيعترفوا بهذا الأمر، وهو موجود في الإسلام ما حد بينكر له. الأمر الآخر حق زينب بنت جحش، أخلاق قريش كانت تمنعهم من التزوج بزوجة الابن بالتبني. من الذي نقض هذا الأمر؟ نقضه العزي اللي هو محمد، ودخل على زينب بنت جحش، وكان بس بعضهم نص عاري وبعضهم عاري، يعني كان هناك حرية في العبادات. من الذي كسر الأصنام ومنع كل العبادة؟ هو محمد، وبالتالي محمد جمعي الذي تصورونه في دينكم. ألغى العبادات الأخرى وقتل أصحابها وفر من فر منهم وفدى نفسه من فدى بأمواله. ومن هنا قريش كانت مع الحريات أفضل بكثير من محمد. فلا يضحك عليكم أن محمد أتى بقيم، محمد أتى بالسيف وبالذبح وبالقتل وبالسبي وبكل الأمور العنيفة التي في اليهودية هي نفسها. اليهودية جاءت من عند محمد نفسها، نفس القصة، ومن عند الديانة المسيحية. طيب شكرا يا معزوف. أعد معك شيء آخر؟ يا أخ علي، أنت أنكرت الإسلام، كيف تجيب أدلة من داخله؟ يا أختي فهميني، هم أصحاب معترفين بهذه الأمور، فأنا أحاكمهم على ما يعتبرونه. يا أخ علي، أنت كذبت الإسلام وربه والمشايخ، وإحنا 2 مليار مسلم كلنا على ضلالة. كيف يعني أنا كيف أكل من طبق وأنت قد وقتك؟ يا معزوفة فهميني، أقول لك أنا من حقي أن أدين المسلم بالكتاب الذي هو يصدقه ويعتقد أنه صح. أقول له هذه القاعدة التي تدعو إلى قتل الآخر في كتابك، يقول نعم. أقول له خلاص هذا إرهاب، أنا أستدل لأنه مؤمن بها، لكني أنا لا أدرك أنها ليست من الله، لكنني أدينه لأنه تدرك أنها ليست من الله وأنت منكر الله. ما الله ما الله. طيب إذا حتى شوف يا شباب، حتى بعض الناس يغلطوا، حتى لو أثبتوا أن الإله، صمتي المايك يا أختي معزوفة، حتى لو ثبت أن الإله هو من أنزل القرآن، لو ثبت أن هناك شخص اسمه الله